الحق وتا الكذاب، ما قلتي لهمش من انتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معكم جزائري مقيم في المغرب. تفضل. عندي طلب منك يا الياس والاخت الملكة، ونقولوا الحقيقة ونقولوها بصدق، خاصة من الناحية الاقتصادية اللي راهي تعيشها المغرب. ساكن في المغرب. ما نقولكش. علاش ما تقولش لي؟ ما نقدرش نقول لك. علاش ما تقولش لي؟ انت راك في المغرب. ما نقدرش نقول لك. كاين اخصائيين معك في الله يعرفوني. اعطيني واحد دقيقة. اي ليلى معايا عافاك ولا وفاء؟ الله يكبر بك. دغيا ولا شوف لي ايلا الياس اللي ما معاياش. يلا حل المايك. الا كنت شوفي لي الاخ وخليك معانا. مش هابط انا هنا. نعم عطينا واحد دقيقة. الله يكبر. كمل. انا بلاصه ساكن في المغرب ما بغيتيش تقول. ما نقدرش نقول. عندك اللي علاش ما تقدرش تقول؟ المختصين يشوفوا الموقع نتاعي. علاش ما تقدرش تقول؟ ما نقدرش لان كلامي اللي راح نقوله خطير جدا. اذا قدرت تخلوني يعني، اذا كانت ديمقراطيه انتم اصحاب حق. تفضلي اختي. نقول لك اذا كان هناك في المملكه المغربيه من يعارض قضيه الصحراء الغربيه وهو ساكن في المملكه المغربيه، اذا كان هناك في المملكه المغربيه من يتكلم ويعارض حكومه المغرب وموجود وهو مغربي، انت الجزائر غتخاف انك تقول فين كاين انت في المغرب؟ عندي خوف من المخزن انا. دوك نقول لك. انت عندك خوف في المخزن، اش كدير عنده؟ لا بربي ان شاء الله تقضي اسبوعين ونغادر ان شاء الله. وشي قدرت. علاش جيتي اصلا زعما؟ وين؟ علاش جيتي مادام عندك نتايا خوف؟ المغرب. ولا جيت المغرب؟ علاش جيتي؟ باسكو ارتباطي العائلي، لان الزوجه نتاعي من المغرب. نقدر نقول لك الزوجه نتاعي من فاس. اييه. وجي درت مشروع بسبب بعض المحلات. ديال هذا المحل؟ ما الاخت حفاظا على الحياه نتاعي ما نقدرش نقول لك. واش نتايا كتمرق علينا ولا كتسطع علينا؟ شنو حفاظا؟ لان الكلام راح نقوله خطير جدا. وعطينا واحد الدقيقه الياس نجاوبو. يلا تفضل كرونجي، عطينا ديك المعلومات الخطيره اللي باغي تعطينا. يلا حبيبي. شوف الاخ، انا فتحت محلات في 2018 هنا في المغرب. ايوا. الحقيقه 18 19 و20 الزوج تاعي ما كانش يعني مستقر، كنت نروح ونجي. طلب مني من بعض المخازن الرشوه من اجل وقت القضيه داخله في التجاره نتاعي، فرفضت. بعد رفضي تمت محاصرتي من جميع الجوانب، وكان الضغط علي لان عندي 2 اولاد انا. لا ضغط علي من طرف. استاذ شوف، باش نبين لك بان انت طالع على اللايف الخطا، قول لنا شنو هو نوع المحاصره وشنو هو نوع الطلبات، وقول لنا كل شيء. ما كاينش المشكله حبيبي، هذا انا كنتسنى. شوف نشوف انا انا نحكي معك الاخ، ما تبقاش تقمع فيا على اساس اني راح نقول معلومه ولا راح نقول حقيقه صايره. كان فساد في المغرب ولا ما كانش؟ كاين فساد. لا ما كانش الفساد. ما كانش فساد في المغرب. لا. كيف المخزني هذا طلب عليا رشوه؟ ايوا قول لي فاش طلب لك الرشوه؟ شنو بغيتي انت باش طلب لك الرشوه؟ شنو الطلب ديالك؟ جالي كونترول وبغى السلعه نتاعي كانت بروبر 100% وبغى يدير لي مشكله، والسيد هذا معروف المخزني في المنطقه هذه. عاود لي بعد اول حاجه، هاد الناس اللي جاو شكون هما؟ يمثلون اي قطاع؟ لي كونترول. جاني لي كونترول تاع المواد اللي راني نبيع فيها انا. استاذ اسمعني، سؤالي سهل،
كونترول ديالاش من اي قطاع. كيفاه من اي قطاع؟ كونترول ديالاش هاد الناس اللي جاو يراقبوا الكونترول ديالاش، واش بغاو يراقبوا واش جاي من وزاره الصحه، وزاره التعليم، وزاره العدل، شكون هاد الناس؟ وزاره الصحه. وزاره الصحه جاك واحد الكونترول. شنو كيتسموا دوك الناس اللي جاو عندك من وزاره الصحه؟ شنو عندهم واحد السميه كنسميوها حنا، شنو سميتو؟ خلينا ما نعرفش واحد السميه وتدخل لي في تفاصيل. خلينا نحكي قصتي. لا خلينا نحكي قصتي. لا نحكي قصتي واش راه صاير، ونقول باللي راه كاين فساد في المغرب. قول الحقيقه. وقف باش وقف باش نبين لك قدام ولاد بلادك انك كذاب. فاش كذاب؟ راني في المغرب. قول لهم راهم مشوا في المغرب. قول لهم كذاب. ايوا تصنت ديالك. ايوا تصنت. هيا قولها لهم. انا غنحطك دابا لانني كندخل بالفي بي ان ديالي. حطيني. شوفي اسكو راني من المغرب، راني في المغرب ولا الشريف كيهضر معاك اسمع ليه. ما نسمعش انا. حطي انا نقول الحقيقه. المخزن تاعكم تعرفوا. خليه يجاوب. وتمت مضايقه. حقيقه الياس عافاك القاده الكاسترا شويه كيتلوى. اسمع فساد في المغرب. الا عندنا الفساد في المغرب وانت في المغرب. اسمعني خلوني نقول الحق. كتسمعني وهيا غنخليوك تقول الحق. ما نجملكش انا. واش كتسمعني؟ واسمعني الا كان عندك الحق بصح اسمعني. الشريفه ما نسمعكش. انت شوف هكا كتبان ضعيف. خليه يناقشك. ولا كان عندك الحق يلا وخليه يوريك الفساد فين كاين، ووري الواحد كانه عندنا الفساد في المغرب. الغزاله الفساد. ايوا كل راجل حيت كذاب. ما غتسكتش حيت كذاب. اجبدي شوفي قولي للمغاربه قولي الاخوه وقلتي عندنا واحد تثبت انه عندك فساد. اجبدي الموقع نتاعي قولي لهم وشوفوا في المغرب. هاي الاستاذ تحدث. اسمعني قلتي عندنا فساد. انا مزيه ما قلتش الموقع نتاعي. كون قلت الموقع نتاعي انتم تعاملوا مع المخزن صايد ظلمه. يلا وتصنت لي يا مادام قلتي عندنا الفساد انا نبين لك بان انت كذاب. قلتي بان جاو عندك ناس من وزاره الصحه كونترول في المغرب. المغاربه كيعرفوا بان وزاره الصحه هذاك الناس اللي كيجيو عندك عندهم واحد السميه. ديك السميه يعرفون بانفسهم عليها قبل ما يدخلوا عندك للمحل. قول لي شنو سميتهم. انا كنتسنى. دخلوا ديريكت والله ما عرفوا ولا رواحهم. دخلوا ديريكت وعارفيني جزائري. الياس نسمعك تسمع. معنى ذلك اسكت الكذاب. معنى ذلك الحقيقه كذاب. معنى ذلك ان انت اللي جاو الناس عندك وبغاو يدخلوا عندك المغازان مسكون ظلم. اسكت الكذاب. ما قلتي لهمش من انتم. درك ملكي شاهدوا معنا خوتي العرب. درك ان كل الاكاذيب التي تمرر من طرف الجزائريين كلها الا اكاذيب. وهذا الكرونجي الأغلو حفيد التركيين يفعل ما فعل فيهم التركيين بكذبهم عليهم أنهم غيحميوهم وفي الآخر استعمروهم. حفيد العثمانيين أراد أن يقوم بنفس اللعبة اللي دارت على الأجداد ديالو باغي يديرها على المغاربة. فيق معنا. شوف الأستاذ الكذاب. حينما نقول أن هناك فساد في المغرب أنا بصفتي مغربي طلعتك وقلت لك ما كاينش المشكل. هضر لي يا هذه كلمه عليك. قلت طلع لي وقول لي. قلتي جاو لعندك علاش ما سينيالش كون غيسيني عليك انت. وانا غادي يسيني عليك. اي يا الكديدي بحصلت يا الكديدي جميل مزيان ملي طلع هذا الانسان هذا ودار هذه المداخله هذه. شوفوا الجزائريين رسالتي اليكم. مثل هذه الانواع ديال الكذابه موجودين عندكم بزاف في الجزائر. هم كذابين يعملون لصالح جهه معينه من اجل تشويه الواقع المغربي. هذا يريد ان يثبت لكم بان هناك حصار على الجزائريين اللي عايشين في المغرب. وطلع لنا غير باش يبين الجزائريين ان ردوا البال، المخزن يكرهكم انتم كشعب، وانه يوجد هناك حصار، بينما الرجل كذوب ابن كذوب. لو كان حقيقة رجل له حقيقة بالعكس كان يقول لك نعم أنا أريد أن أثبت ذلك. جاء عندي فرع من وزارة الصحة ويسمى بي باش ما نقولها لكش باش ما نمشيش لايف مغربي تبغي تدوزها عليهم.
وتكمل معهم وتقول لهم انه طبقا لكذا وكذا تم الجزم بكذا وكذا بتاريخ كذا وكذا وانني درت كذا وكذا، وتعطينا جميع الاجراءات القانونيه اللي درتي وتبين بالحجه وبالدليل الطرح ديالك. لكن بما انك كذوب وليست لك اي مصداقيه او حقيقه في الطرح ديالك، فانت طالع لنا غير باش تقول بان المغاربه يخضعون لهذا. لا خوتي الجزائريين، سمعوني مزيان، الجزائريين اللي عايشين في المغرب يعاملون بأحسن المعاملة، لأن احنا نكرم الضيف، والجزائري اللي كيدخل عندنا لهنا نكرمه كما أكرمناكم تاريخيا نكرمكم اليوم. وأي كذاب طلع عندكم في السوشيال ميديا سواء في موقع تيك توك أو أي موقع وقال لكم بأن هادشي يحدث في المغرب، ما عليك سوى اتباع الحقيقة وستعلم أنه كذوب ابن كذوب.